بكل تأكيد لو أنا يعني بتعامل مع فتاة أو بحب فتاة وهي بتعلن ليا إنه بحبك أو أيا كان تستعمل الكلمة دي ولا لأ، لكن مش ممكن نرتبط معا. أوكي، واضح إنه هي مش مقتنعة بيك، هي مستمتعة بالحب، مستمتعة بالعلاقة والدفء والكلام الحلو اللي هي بتسمعه، وحتى مستمتعة ان هي عندها مشاعر ناحيتك، بس هي مقتنعة تماما انك انت مش الشخص اللي هي تحب تقضي معاه بقية عمرك. ووضع زي كده لا ينجم عنه سوى جروح، ما يجيش من وراه الا جروح، اللي هي مش سايبة الموضوع حتى مفتوح. هي بتقول لك لا، مش هينفع نتجوز، الموضوع محسوم في ذهنها. فهيجي مع تطور الايام والوقت ان هيجي وقت اما حد تاني هيدخل حياتها يصلح، تظنه يصلح ليها كشريك للحياة، او مشاعرها ناحيتك هتقل وستترك حضرتك مجروح جرح غائر. طيب لو الامر معكوس، لو انا فتاة وبحب شاب وهو بيحبني وكلام حلو ورائع بيدور بينا، ويعلن هذا الشخص ان انا مش مستعد للارتباط، هذا الانسان ابعدي عنه تماما. هذا الانسان لا يأتي من وراءه الا جروح، اضمن لك انه سيجرحك جرح غائر في يوم ما. لان الشخص ده يا اما هو مش ناوي يتجوز خالص، اوعي تفتكري انك انت اللي هتقنعيه بالجواز، او الشخص ده مش مقتنع بيكي، مبسوط من العلاقه والدفء وكلمات الحب، لكن مش هيتجوزك انت خصوصا، او مش هيتجوز اصلا. فهذا الشخص اللي اعلن هذا، وفي النهايه هيجي يقول لك انا قلت لك، حتى هيبقى حتى مدي نفسه العذر حينما يجرحك ان انا قلت لك كده. الشخص ده لازم تبعدي عنه تماما. هتتوجعي، اضمن لك انك هتتوجعي، تتألمي طبعا هتتألمي، لكن الألم ده ولا حاجه بالنسبه للألم الفظيع اللي المشاعر عماله تزداد فيه، وخلاص توقعتي ان هو هذا الانسان واستوينا خالص وجاهزين للارتباط، وهذا الانسان سيختفي من حياتك يا اما بصوره قاسيه ويعلن هذا، يا اما سينسحب كده بهدوء، تلاقيه غطس ما تعرفيش راح فين. في الحالتين ستجرحي جرح غائر، ابعدي لحياتك.